كل صاحب علامه تجاريه مسجله حق قانوني في ان هو يقاضي اي حد بيستغل اسمه بشكل مش قانوني. يعني انا لو عندي اسم معين لمنتج معين وحد حاول ان هو يشتغل بيه او بينزل بيه السوق، هقدر اقاضيه بيقلد علامتي التجاريه المسجله، طبعا بشرط طبعا اساسي ان يكون العلامه التجاريه اللي انا هشتكي بيها تكون مسجله عشان تخضع للحمايه القانونيه، والعلامه لو مش مسجله ما نقدرش ان احنا نقاضي حد بعلامه غير مسجله. دي نمره واحد. نمره اثنين، لما بتكون علامتي مسجله بتوجه لمكتب التموين، المكتب ده دوره ان انا بروح عنده بعمل محضر تقليد علامه تجاريه ضد الشخص اللي بيقلدني، المحضر ده هم بياخدوه وينزلوا يتحققوا من الشكوى ديت والمنتج بتاعي. من حقي كصاحب علامه تجاريه مسجله ان انا اقاضي الشخص دوت بان هو بيقلد علامتي التجاريه. مباحث التموين او مكتب التموين بياخد العينه من المنتج المقلد ده وبيطلع بيها بيعمل بيها محضر سحب عينه، والمحضر ده بيروح على حاجه اسمها جهاز نقطه الاتصال. جهاز نقطه الاتصال ده دوره ان هو يتحقق من الشكوى المقدمه ويتاكد ان العلامه المقدمه بالشركه الشركيه هي علامه مسجله من عدمه، وبعد كده بيقوم عامل تقرير فني، يقول في التقرير الفني ده ان العلامه التجاريه الخاصه بالشركه المشكو في حقها او العينه اللي تم سحبها دي مقلده او غير مقلده. لو طلع التقرير بوجود تشابه من شان احداث خلط ولبس، جهاز الاتصال بيحيل الموضوع للنيابه العامه، النيابه العامه بدورها بتحيل والنيابه الشؤون الماليه والاقتصاديه، ثم المحكمه الاقتصاديه. المحكمه الاقتصاديه بتحكم بالاتلاف والتغريم والمصادره والتعويض لصالح الشخص الشاكي.